انواع الحسابات اللي في التداول، وايه الفرق ما بين الحساب التجريبي وايه الفرق ما بين الحساب الحقيقي والشركات الداعمة. لو عايز تعرف الفرق لازم تتفرج على الفيديو ده للآخر، علشان هوضح فيه ايه الفرق ما بين الحسابات كلها وازاي تقدر تستفيد من كل حساب فيهم. في الاول كده حابب ابتدي معاكم بالحساب التجريبي. الحساب التجريبي هو بيسموه الديمو اكاونت. طب ايه هو، ايه فايدة الديمو اكاونت؟ هو حساب تجريبي عشان تجرب فيه الاستراتيجيات بتاعتك. انا يمكن عندي تحفظ شوية على الناس اللي بتستخدم الحساب التجريبي. الحساب التجريبي ليه ميزة وليه عيب. الميزة بتاعته ان انت فعلا ممكن تبتدي تطبق عليه الاستراتيجيات اللي انت بتتعلمها، وتشوف اذا كان فعلا الاستراتيجيات بتاعتك ناجحه، وتشوف المواعيد وتشوف ان انت دخلاتك صح ولا دخلاتك غلط. مفيد جدا في الحته دي. الحاجة اللي أنا ما بحبهاش في الحساب التجريبي، أنت ما بيبقاش عندك نفس المشاعر والخوف والطمع، المشاعر الحقيقية في الحساب الحقيقي. فعشان كده أنا بنصح بيه إن أي حد يبتدي في مجال التداول يبتدي بالحساب التجريبي، علشان يتعلم إزاي يستخدم البلاتفورم نفسه. يعني إزاي يستخدم الديفرنت شارت، إزاي يعمل التحليل المبدئي بتاعه، إزاي يعمل الفاندمنتال أناليسيز، وبعد كده ينزل على التكنيكال أناليسيز. فهو بصراحة مفيد جدا في الحتة دي. بس هو بعيد كل البعد عن التداول بالفلوس الحقيقية. فعشان كده برضو انا مش ضده ومش معاه. انا زي ما قلت لكم، انا معاه في انك تجرب الاستراتيجيات بتاعتك، بس انا ضده انك تاخده از لونج تيرم. ان انت كل ما بتستوعب او كل ما بتخش صفقات من غير المشاعر دي، فدي مش حقيقية. المشاعر الحقيقية بتيجي لما يكون فعلا الفلوس حقيقية قدامك. هنا بقى بتيجي بقى انك ازاي تماستر مشاعر، وازاي تماستر الخوف. وهو ده المتداول يا جماعة. يعني هو المتداول هو اللي ازاي بيقدر يسيطر على مشاعره، ازاي يبقى شايف الفلوس قدامه بتزيد وبتنقص في دقيقة واحدة، يمكن الدبل والتريبل. ازاي تتحكم في الغضب، ازاي تتحكم في الخوف، وازاي تتحكم في الطمع. هو دي المهنة يا جماعة. هو التداول، هو ده سر التداول. الاستراتيجيات هتتعلمها وهتطبقها وكل حاجة، بس انت بتحارب مع النفس، بتحارب مع المشاعر، ودي اصعب حرب ممكن تاخدها. فعشان كده انا بقول لكم كل حساب ايه الحلو وايه اللي وحش فيه، وازاي تستغله. فالحساب التجريبي زي ما قلت لكم، الحاجة الحلوة فيه ان هو مفتوح وممكن تجربه زي ما انت عايز، وتجرب الاستراتيجيات وتشوف دخلاتك هتبقى من فين والتارجت اللي انت هتحطه فين. كل ده تمام. بس اللي مش تمام لان هو في بارت منه الاكبر مش حقيقي، لان هو المشاعر اللي انت او الفلوس اللي محطوطه قدامك دي فلوس مش حقيقيه. فانت برضو بتتعامل مع الحساب التجريبي باستهتار. فلما بتتعامل معاه باستهتار ما بتقدرش تاخد منه المشاعر الحقيقيه اللي بتبقى موجوده في الحساب الحقيقي. بس دي مميزاته ودي عيوبه. وليه مرحلة انك تجرب لما لما تتعلم استراتيجية جديدة تروح على الحساب التجريبي وتقعد تتست تاني، وتقعد تشوف اذا كان الاستراتيجية ناجحة ولا لا، وتشوف تعمل باك تيست وتخش الدخلة تاني وتالت وتاخد لها سكرين شوت وتحفظها وتذاكرها. هو مهم جدا في المرحلة دي. طبعا الحساب الحقيقي بقى قصة تانية خالص، لان ده الحساب اللي انت بتموله بنفسك، بتحط بقى فيه فلوس بنفسك. طالما هتحط فلوس او هترد بفلوس حقيقية، يبقى كل حاجة هتشعر بيها حقيقية. يعني طبعا الحسابات الحقيقية ممكن تبتدي فيها في طبعا بروكرز بيبتدوا من $50 و$100. بس انا رأيي طبعا لو انت تبقى ان شاء الله بروفيشنال في المجال، ويبقى عندك الويلنج ان انت فعلا تاخد من التريدنج، يبقى عندك دخل ثابت منه وكل حاجة. فاعتقد طبعا ان اكيد الاماونتس دي طبعا نوت فير انف. يعني فانت محتاج اماونتس اكبر من كده بكتير. يعني التريدنج تاخده از بزنس او از سورس اوف انكم او دخل فعلا ثابت من التريدنج، اعتقد ان انت محتاج تبقى ويل فاندد. طبعا اهم حاجه في الحساب الحقيقي انك تختار وسيط موثوق منه. يعني تختار الوسيط اللي يكون فعلا في بلدك، وات ايفر انت في انهي بلد، خليج او في مصر، يكون على الاقل فاتح مكتب في بلدك. مهم جدا الموضوع ده، وتتحقق من خدمة العملاء المتاحة على مدار ال 24 ساعة. يعني لو حبيت اخش اكلمه واساله على حاجة مش باينة، او اساله على الاكونت فيه مشاكل، لازم يبقى فيه خدمة عملاء موجودة 24 ساعة.
وطبعا لازم تخش تسيرش على البروكر ده او على الوسيط ده وتشوف الليجيتيميتي بتاعته وتشوف الشرعية بتاعته من خلال البحث ومن خلال مراجعة العملاء، وتشوف الفيدباك بتاع العملاء، في حد اتعامل معاه قبل كده ولا لا، تشوف ريفيو العملاء بتاعه. لان كل واحد بيتعامل مع بروكر بيدي فيه ريفيو، يعني يقول لك والله البروكر دول كويسين. خلي بالكم يا جماعة عشان ده فيها نصب كتير جدا، وفي شركات بتخش بتنصب على الناس بسبب الموضوع ده. فتنبيه وتحذير مهم جدا، لو هتختار هتفتح حساب حقيقي وتبتدي تتداول عليه، أهم نقطة تختار وسيط موثوق فيه. وأهم نقطتين في الوسيط اللي موثوق فيه، يكون فاتح مكتب في بلدك أو فاتح مكتب في الريجن اللي أنت فيه. يعني بنتكلم على الميدل إيست أو بنتكلم على مصر، لازم يكون فاتح مع يعني يا إما في مصر يا إما في الإمارات، فتتحقق من المعلومة دي. وتتأكد من خدمة العملاء بتاعته إنها متاحة 24 ساعة، دي تاني حاجة تتحقق منها. تالت حاجة تتحقق منها هي الريفيو بتاعت العملاء، الناس كاتبة فيه ايه، الناس قايلة عليه ايه، هل الناس بتشكر فيه ولا الناس بتشتم فيه. فده اهم ثلاث حاجات تخلي بالك منهم وانت بتفتح حساب حقيقي، علشان هنا هتبتدي تتداول بفلوس حقيقية. وطالما هتبتدي تتداول بفلوس حقيقية، يبقى المشاعر اللي انت هتحسها وانت بتتداول هتبقى مشاعر حقيقية. طيب الفرق ما بين بقى الحساب الحقيقي والحساب التجريبي هو المشاعر. المشاعر دي انا اقصد بيها ايه؟ الخوف، القلق، الغضب. تبقى في وسط صفقة وتلاقي مثلا خلاص قربت على التارجت بتاعك وخلاص هتاخد التيك بروفيت، تلاقي مرة واحدة الماركت قلب عليك. لو انت في حساب تجريبي مش هتفرق معاك، انا جربته والحمد لله ان ايه، آه مش فلوسي. بس لما تبقى في حساب حقيقي، لا، هتشعر بمشاعر مختلفة تماما. هتغضب وهتصور وهتقلق وهتبقى متوتر وخايف الفلوس اللي انت كسبتها تخسرها. ما انصحكش تبتدي بالحساب الحقيقي غير لما تجرب الاستراتيجيات بتاعتك في حساب تجريبي الأول، وتجربها مرة واتنين وتلاتة، وتتأكد انها فاليد، تأكد انها شغالة معاك. بعد كده ممكن تبتدي تفكر انك تفتح في حساب حقيقي وتتداول بفلوس حقيقية. ولازم تخلي بالك من الثلاث شروط اللي انا قلتهم. اخر حاجة هتكلم عليها هي حسابات الشركات الداعمة او الشركة الداعمة، ودي شركات بتبيع حسابات تجريبية، بتبيعها يعني انت بتشتريها. وبيبقى ليهم شروط معينة، شروط واحكام كده. يعني بيديك شرط مثلا انك تحقق بروفيت معين او ربح معين، وليك شرط مثلا لو تجاوزت الخسارة دي يقفل عليك الاكونت. فالشركات دي كتير منها موجود قوي واول ما بتعدي الشروط والاحكام بتاعتهم بتاخد الحساب ممول، يعني بتاخد الحساب فعلا فيه فلوس. يعني حساب لو انت فعلا حققت منه ربح بيدوك الربح ده. لو عايزين تعرفوا اكتر ايه الشركات دي، اكتبوا لي في التعليقات، ممكن اعمل عليها حلقة لوحدها يعني. بشكركم والى اللقاء.